بنك مصر وبنك الأهلي بيطرحان شهادات بأعلى فايدة 27% قبل اجتماع أغسطس 2025. الحق نفسك الآن، لأن هناك توقعات كبيرة جدا بخفض أسعار الفايدة. زي ما قال وزير الخزانة الأمريكي اليوم إن خفض لمعدلات الفائدة في الاحتياط الفيدرالي خلال اجتماع شهر سبتمبر أصبح شبه مؤكد، بعد أن كشفت بيانات جديدة عن ارتفاع معدلات التضخم الأمريكية بوتيرة معتدلة الشهر الماضي. وهنا بدأ وزير الخزانة الأمريكي إنه يقول يمكن إجراء خفض قد يصل إلى 50 نقطة أساسي دفعة واحدة، وده بسبب بيانات الوظائف الضعيفة الصادرة في الفترة الأخيرة. وهنا بدأ كثير من الاحتياط الفيدرالي بالتوقع أن يكون في خفض أسعار الفايدة في اجتماع المقبل يوم 16 و 17 سبتمبر. وهنا البنك المركزي المصري هيجتمع شهر أغسطس لتحديد أسعار فائدة. وهنا بدأ كثير من العملاء بالتساؤل، هل يتم إصدار شهادات أخرى؟ هل يتم تخفيض أسعار الفايدة؟ هل يتم إلغاء بعض الشهادات؟ كل ده نتعرف عليه في الفيديو. وبس قبل ما نبدأ الفيديو يا ريت تدعمنا بلايك للفيديو وتشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك مننا كل جديد، وما تنساش تشارك الفيديو على كل أصحابك على السوشيال ميديا للتعاون فيه. ناس كتير بتقول لي ما بيجيش إشعار من القناة. احنا نبهنا كتير إن أنت لازم تنزل أسفل الفيديو، هتلاقي في علامة تحت أسفل الفيديو هنا دلوقتي، بص عليها هتلاقي علامة لايك، بتضغط لايك للفيديو بيوصلك مننا إشعار بكل الشهادات القادمة وكل أخبار الهامة بتوصلك فورا. فانزل دلوقتي هتلاقي علامة اللايك تحت اسفل الفيديو، اضغط لايك الفيديو. تعالى بقى بعد ما تضغط اللايك تعالى نشوف الفيديو الجديد. البنك الاهلي المصري بيصدر شهادات مرتفعة العائد هو وبنك مصر حاليا، لكن كثير بيتوقع ان في بعض الشهادات هتختفي، وده بسبب لان انخفاض اسعار الفايدة اصبح وشيك في الايام القادمة ان يتم تخفيض اسعار الفايدة، وبالتالي هيتم تخفيض اسعار الفايدة على بعض الشهادات. طب تعالى نتعرف على الشهادات المتاحة في البنك الأهلي وبنك مصر بأعلى فايدة موجودة في السوق. أول شهادة معانا وهي الشهادة الشهرية اللي كله عايز شهري، لكن هنا الشهادة دي شهادة متدرجة العائد. يعني إيه شهادة متدرجة العائد؟ يعني كل عام بفايدة جديدة. أول عام بيكون في البنك الأهلي 23% في الشهادة الثلاثية المتدرجة العائد. تاني فايدة معانا في السنة الثانية بيكون 19%، تالت سنة بيكون 15%. ده بالنسبة للعائد الشهري. طيب كفي عندنا كمان الشهادة البلاتينية الثلاث سنوات والعائد بيصرف فيها شهريا لكن ثابت طول فترة الشهادة. الحد الأدنى لربط الشهادة بيكون 1000 جنيه، مدة الشهادة بيكون 3 سنوات، سعر العائد بيكون 18.5%. أما الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج السنوي وهي الشهادة بقى 27%. الحد الأدنى للشراء هو 1000 جنيه، المدة 3 سنوات، سعر العائد 27%، تاني عام 22%، تالت عام 17%. والشهادة دي اللي سألنا عنها كتير من العملاء عن الشهادة 27%، وهل هي الأفضل أم الشهادة الشهرية؟ طب قبل ما نعرف الافضل مين فيهم تعالى نتعرف على شهادات البنك مصر. ايضا شهادات بنك مصر عنده شهادات يومياتي ذات العائد اليومي المتغير، تصدر للافراد ومدة شهادتها 3 سنوات والحد الادنى ربطها 1000 جنيه، معدل عائد متغير يصرف يوميا، سعر العائد وصل فيه 23.75%، لكن هنا العائد متغير. كمان معانا شهادة ابن مصر الثلاثية المتناقصة، بتصدر للأشخاص الطبيعيين، مدة الشهادة بيكون 3 سنوات والحد الأدنى لربط الشهادة بيكون 1000 جنيه، دورية صرف العائد بيكون شهري وربع سنوي وسنوي. طيب الشهري بيكون أول عام 23%، تاني عام بيكون 19.5%، تالت عام بيكون 16%. طيب الربع سنوي السنة الأولى بيكون 24%، تاني عام بيكون 20%، تالت عام بيكون 16%. طيب السنوي ودي أهم شهادة لأن هما كتير بيسألونا عنها، هي الشهادة 27% متناقصة العائد. السنة الأولى بتكون 27%، السنة الثانية بيكون 22%، والسنة الثالثة بتكون 17%.
فاضل معانا شهادة القمة اللي بتصدر للأفراد الطبيعيين أيضا. مدة الشهادة بتكون 3 سنوات، والحد الأدنى لربط الشهادة بيكون 1000 جنيه. معدل عائد ثابت طول فترة الشهادة، ويصرف في العائد هنا شهريا، ويمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها بعد مرور 6 شهور من تاريخ إصدار الشهادة، ويمكن الاقتراض بضمان الشهادة، وسعر العائد بيكون 18.5 سنوي. وكمان معانا كتير سألونا عن الشهادات ال5 سنوات. تعال نتعرف على الشهادة ال5 سنوات بالمرة. تصدر الشهادة لأفراد الطبيعيين، ومدة الشهادة 5 سنوات، والحد الأدنى لشرائها بيكون 1200 جنيه ومضاعفات. كمان معانا معدل عائد ثابت طول فترة الشهادة، يصرف يا إما شهري لا إما سنوي. معدل عائد ثابت طول فترة الشهادة، بيصرف شهري وسنوي، ويمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها بعد مرور 6 أشهر من تاريخ إصدار الشهادة. سعر العائد وصل فيها يا إما شهري 12.4%، لا إما سنوي 12.5%. وكمان شهادة ال7 سنوات بتصدر لأفراد الطبيعيين. مدة شهادة 7 سنوات، الحد الأدنى يشرائها 750 جنيه. معدل عائد ثابت طول فترة الشهادة، سعر العائد بيكون 12.75%. ناس كمان سألتنا عن شهادة أمان اللي كان تم إصدارها، هل هي لسه مطروحة حاليا ولا لأ؟ شهادة أمان لسه مطروحة، بتصدر لأشخاص أفراد مصريين من سن 18 سنة حتى 59 سنة. مدة الشهادة بيكون 3 سنوات. تصدر الشهادة بفئة 500 جنيه، ومضاعفتها بحد أقصى يكون 2500 جنيه في جميع البنوك المشاركة في المبادرة. سعر العائد في نهاية المدة، يتم الإعفاء من كافة المصاريف خلال شراء الشهادة. لا يجوز الاقتراض بضمان الشهادة. تمنح الشهادة وثيقة تأمين على الحياة، ويمكن استرداد الشهادة في أي وقت. يتم صرف قيمة التعويضات المستحقة، وكذلك مبلغ الشهادة المستحقة، وهنا بيكون للورثة الشرعيين المستفيدين من خلال شركة التأمين لمصر للحياة. سعر العائد كان عليها 13% سنويا. نرجع بقى لسؤالنا المهم اللي كتير سألونا عنه، أربط الشهادة السنوية أم أربط الشهادة الشهرية؟ أولا احنا قلنا زي الشهادة اللي في البنك الأهلي اللي هي البلاتينية المتدرجة، اللي هي سعر العائد فيها 23% و19% و15%، والعائد فيها بيصرف شهريا. وكمان قلنا في شهادة كمان اللي هي ثابتة طول فترة الشهادة 18.5%. وقلنا الشهادة 27% اللي كله بيسأل عليها، هي شهادة 27% أول عام، وتاني عام 22%، وتالت عام 17%. لأن الشهادة 27% السنوية تم إلغائها، هي شهادة 23.5% اللي هي كانت مدة سنة، إنما دي لمدة 3 سنوات. طيب أنا أربط أي شهادة هنا المناسب لحضرتك. يعني أنت لو هتصرف الأموال شهريا وعايز تعملها ان انت تصرف منها، فالاولى ليك ان انت تعمل الشهري. عندك الشهري المتدرج اللي هو ال3 سنوات، لكن هنا هيكون العائد متغير معاك. يعني تعمل حسابك ان اول عام بيكون العائد بتاعك مرتفع 23%، تاني عام بينخفض ال 19%، تالت عام هينخفض الى 15%. لكن هناك في عائد شهري ثابت طول ال3 سنين اللي هي 18.5%، هيكون كل سنة بنفس العائد لمدة 3 سنوات. أما الشهادة بقى، الناس اللي مش عايزة إن هي تصرف شهري وتصرف سنوي، فالعائد المميز ديك اللي هو 27% بالطبع. تربط الشهادة البلاتينية المتدرجة ذات العائد السنوي. انتظر مننا باقي التفاصيل القادمة، وما تنساش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس.